السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. شكوى متكررة من زوجات كتير في الاستشارات: زوجي بيعرف واحدة تانية. دايما لما بتجيلنا استشارة من النوع ده يا بنات بنسأل صاحبة الاستشارة تفتكري ايه الأسباب، ودايما الستات تقول والله أنا ما مقصرة، أنا بغسل مواعين وبروق وبعمل وبطبخ وبخلي بالي من الولاد، وأنا اللي بذاكر وأنا اللي بودي الدروس وأنا اللي بودي النادي وأنا اللي بودي المدرسة وبعمل كل حاجة ومش مقصرة ومريحاه. هي مش مكتشفة ان كل اللي حكيته ده في حاجات هي سبب، وده لان بعض الازواج شغلهم بيخرج بدري شوية، مدرس مثلا بيخلص الساعة 2 وما بيديش دروس، اخصائي مثلا او محاسب او شغلته مريحة شوية فبيجي الساعة 4 مفيش حاجة يعملها، عنده فراغ، يمسك الموبايل يسيب الموقع ده يخش على الموقع ده، يسيب الفيس يخش على الانستا يروح على اليوتيوب. فهنا هي ساعدته على تكوين فراغ عاطفي وفراغ اجتماعي وفراغ من كل الانواع، لانه عنده وقت فاضي وما عندوش اي مهام. هو قاعد وهي بتذاكر للولاد، هو قاعد وهي عماله تنحي مع ده وتزعق لده وشيل كتبك وهات كتبك وفين الدرس والمدرس الساعه كام، كل الشغلانات دي وهو متفرغ تماما للموبايل والانترنت. ونتفاجئ ان الزوج زعلان. طب زعلان ليه؟ اصل صوتها عالي ودايما بتزعق للولاد وانا موجود. طب حضرتك دورك ايه؟ طب ما تزعق انت بدالها شويه، تولى المهام بدالها شويه. بتعجبني قوي الزوجه الذكيه الشاطره اللي بتقسم مواد الدراسه عليها هي وزوجها. لو ما بتديش دروس هي بتذاكر نص المواد وهو بيذاكر لهم نص المواد، لو بتدي دروس هي بتتابع نص المواد وهو بيتابع النص التاني. هو ماسك مثلا لو تخصصه علمي شويه ماسك الماس او الرياضه مع العلوم، وهي ماسكه العربي مع اللغات، الدراسات مع اللغات، فمقسمين الشيله شويه وكل واحد عارف دوره. وده بيعمل دعم نفسي للاولاد، لان الاولاد دايما لا يا بابا مهتم وماما مهتمه، بابا بيساعدنا وماما بتساعدنا، فالاتنين موجودين في حياتنا. مفيش نقمه على الوالدين، مفيش فراغ عند الاولاد يحسسهم ان هم مهملين ويفقدهم ثقتهم بنفسهم، وبالتالي بيبقى فيه دعم نفسي عند الطفل او المراهق ان بابا وماما موجودين في حياتي بشكل مستمر وبشكل مهم وبيتابعوني، فبيبقى فيه حرص على ان هو يرضي بابا وماما. والعلاقة كمان بين الزوج والزوجة بتكون علاقة متكافئة، لان هي حاسة انه حاسس بيها، بيشيل عنها، بيذاكر للولاد، عارف الولد ده جاب كام، الولد ده عمل ايه. وده بيعمل انتماء للزوج، انتماء اسري، انه بيهتم بالاسرة، بيهتم بزوجته، مقدر دورها ومقدر تعبها. ممكن لو هي تعبانة شوية يساعدها في المطبخ او يقول لها كلمتين حلوين لو هو مش من النوع اللي بيساعد بايده يساعد بلسانه. وهكذا الزوجة لازم تشرك زوجها في مهام البيت، سواء مذاكرة الاولاد، مجايب الطلبات، شيل هم البيت، الميزانية، ده راح وده جه وباقي معانا كذا. انما الزوجة البطل الاسد اللي بتعمل فيها 7 رجالة، وفي خلال ال7 رجالة دول بتفقد أنوثتها تماما، تبقى عايزة ترتاح مش عارفة، ظهرها وجعها مش عارفة تنام شوية، نفسها تقول كلام رقيق وناعم وحلو لزوجها، خلاص هي اتهكرت، البروسيسور بتاعها وقع منها، ما بقاش فيه كلام حلو ولا كلام عاطفي، لأن هي مفرومة في المطبخ والمسؤولية، فما عادش عندها طاقة إن هي تسترخي وتدي فرصة لمخها والعواطفها ومشاعرها ان هي تنتج هذا النوع من الجمل الرومانسية او العاطفية لزوجها. عايزة اوضح بس ان في نوع من الرجال بيحب بعينه، يحب قوي يشوف الزوجة مرتبة، حاطة ميك اب، نظيفة، مظهرها جميل، لبسها كويس، الوانها متناسقة. وفي نوع من الرجالة بيعشق باذنه، يحب يسمع كلام ناعم، كلام حلو، وعود، تديله برستيجه، تديله ثقته بنفسه. ففي كده وفي كده، وانت اكتر واحدة عارفة نوعية زوجك. لكن للأسف لما الزوجة بتتفرم الفرمة اللي هي دي في المطبخ والولاد والمسؤولية والميزانية، الزوج بيفضل عايش فراغ، مش لاقي حد يملأ الفراغ ده، خاصة إذا كان زوج لا يتقي الله، أو الناس اللي هي بتصلي وتقطع، أو اللي ما بيصلوش خالص، أو اللي بيصلوا شكل كده ومنظر ربنا يعافينا. يبدأ بقى يدور على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى غيره على شخصية تشبع هذا النهم وهذا الحرمان.
لحد ما شيطان يلاقي شيطانة على الفيسبوك، واحدة جوزها مسافر، واحدة مطلقة، واحدة أرملة، واحدة متجوزة وما عندهاش أخلاق، ويبدأ بقى الشات البسيط ازيك عاملة ايه، بكل بساطة. ممكن تكون قريبته، ممكن تكون جارته، ممكن يكون يعرفها من أيام الدراسة، ما صدق لقى الصفحة وبدأ بقى يطمن أخوها في الله، يا عيني غلبان خالص، بيتعامل بحسن نية بس بيطمن يشوفها عاملة ايه وازيك واللي كان واللي جرى. واحدة واحدة بيبدأ الحوار ياخد اتجاه الشكوى، هي تشتكي من جوزها وهو يشتكي من مراته، الاتنين ما شاء الله لا قوة إلا بالله ضحايا، ضحايا يا عيني. يبدأوا بقى هنا التقارب والتعارف والتودد، لدرجة إن هم ممكن يحكوا لبعض الأسرار الشخصية الدقيقة جدا اللي بين الأزواج بكل سهولة وكل سلاسة، ومن هنا تبدأ الكارثة.